باين طب مش عايز اي حاجه؟ يا ريت عايز اطص وشي بشويه ميه يعني شويه ميه ولا او حاجه حلوه. هو ماله ده يا جماعه؟ ماله محفوظ؟ يا جماعه 5 ولا ساعه 5 4 3 2 1. مساء الخير. من اول امبارح والناس مستنيه الضيف اللي معانا النهارده. الضيف ده قالب الدنيا كلها، الفيديوهات بتاعته متشيره على الانترنت بشكل كبير. المعلومات الاوليه بتقول ان اسمه ابو عبد الله المصري. ايوه ابو عبد الله المصري، وكان مسجون في جوانتانامو، ولكن هو معروف اليوم بالنسبه لنا باسم محفوظ زلطه. محفوظ زلطه ده هو بطل قومي في مصر، وهو بطل عمليه ارهابيه كانت من عده اسابيع. طبعا مش بطل عمليه ارهابيه يعني هو كان ارهابي، لا، هو الراجل ده اللي احبط العمليه دي. الناس كلها عايزه تعرف ايه حكايته. النهارده الليله دي اكسكلوسيف على الساعه اليوم هيكون معانا الاستاذ محفوظ زلطه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ عمرو. على فكره ناس كتير مستنين اللحظه دي، وانا شخصيا كمان مستنيها. انا عايز اعرف في الاول مين هو محفوظ زلطه. انا انسان عادي يعني، محفوظ عبد العزيز زلطه. وتحب ابتدي لك حضرتك من ايه؟ تحب ابتدي من ايه؟ ابتدي من البدايه، خلينا نعرف انت مين يعني. تحب ابتدي مثلا بالمروحه؟ مروحه؟ المروحه. ايه علاقه المروحه بحياتك؟ ما دي البدايه حضرتك يعني. مروحه اللي ادوهاني في توظيف الاموال سنه 88. يا عيني، هو انت كنت منهم؟ بالظبط. هم ضربوا بفلوسنا في البورصه وضربت الفلوس بالبيرو، فلسوا يعني. وايه علاقه المروحه بالموضوع؟ هقول لسعادتك ان انا كنت حاطط تقريبا تحويشه العمر في توظيف الاموال. ايوه. فادوني بدل الفلوس دي حوالي 100 مروحه صيني. 100 مروحه صيني. نصهم تقريبا بيشتغل والنص ما بيشتغلش. مش مشكله، مروح بقى يعني. يعني طالع من توظيف المراوح تضحك بصراحه. مراوح في ايدي وحلو، فلوسك راحت. ومعايا مراوح. لا وادوني كمان حصر يعني. دي جامعه حصيره؟ جامعه حصيره بلاستيك، ما اعرفش، ادوني كميه حصر ظريفه. واثاري عشان التواليتات للبيبي. البوتشي للبيبي يعني. حضرتك يعني تعمل بيها ايه؟ بدل مش انت عايز فلوسك؟ خد فلوسك، خد بوتشي. ساعتها قررت بقى ان انا اهاجر. حضرتك سافرت عشان تحارب؟ لا، عشان ادرس. لكن يعني لقيت نفسي بحارب، ما اعرفش ازاي. حاولت طبعا ان انا ارجع. لقيت ايه بقى يا سيدي؟ ان الحكومه حطانا في القائمه السوداء، مع ان هم اللي بعتنا ورايحين باذنهم، هوب احنا في القائمه السوداء. وايه اللي عادك كل المده دي هناك؟ مش ايه قعدني، انا عايز ارجع. بس كل يوم بفكر ان انا ارجع على بلدي. بس للاسف يعني يوم ما رجعت كان بعد ما خدمه مالطا. وكنت عارف ان انت لما هترجع الناس كانت هتقابلك بالحفاوه دي، ان كل كلامك وكل تصرفاتك هتبقى على النت والناس كلها تهتم بيك؟ انا ما اقصدش، بس هي يعني الناس غلابه يا استاذ عمرو، الناس عايزه تتلهي في اي حاجه. مش كل الناس يا استاذ محفوظ. لا يا استاذ عمرو والله، يعني تقريبا كل الناس، الغني والفقير والقوي والضعيف والكبير والصغير، كلهم مشتركين في نفس الهم ده. لان احنا كلنا شركاء في الزحمه والخنقه والجري ورا لقمه العيش. الانسان بيخرج طول النهار يجري على لقمه عيشه، ويرجع بالليل مش شايف قدام منه اي حاجه. الحكومه نفسها مكبره دماغها على الناس، والناس مكبره دماغها على الحكومه. يعني الحكومه تعمل اللي عايزه تعمله، والناس تعمل اللي عايز تعمله، يعني كده. والله انا عمري ما خدت بالي من الحكايه دي. يعني التكبير متبادل. الاثنين مكبرين. الحكومه مكبره دماغها والشعب مكبر دماغه. دول يعملوا اللي هم عايزينه والشعب يعمل اللي هو عاوزه.
شكلك معبي جامد قوي من الحكومه يا استاذ محفوظ. طبعا معبي، لان الجريمه كلها حصلت قدام عينين الحكومه. جريمه ايه؟ وتحت اشراف اقف بس وبرعايتها. لو سمح يا استاذ محفوظ. جريمه ايه؟ استنى بس، اهدى، خلينا يا جماعه بس اهدى بس، نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني ونشوف ايه حكايه الجريمه الكامله اللي بيتكلم عليها استاذ محفوظ. ارجوكم ابقوا معنا. رجعنا تاني عشان نتعرف على الجريمة. ايه الجريمة اللي بيتكلم عليها محفوظ؟ ايه الجريمة؟ الجريمة الكاملة اللي بتحصل من سنين. الجنان اللي احنا عايشينه كل يوم لحد ما بقى هو العادي. يعني ايه؟ يعني مثلا نفرض ان واحد نفسه يشتغل في الحكومة، يدفع آلاف الآلاف علشان يشتغل في الحكومة، نفسه يضمن مستقبله، عايز يبقى له معاش، بعد كده ياخد ايه من الحكومة؟ ملاليم. حضرتك احنا عندنا 6 مليون موظف في الجهاز الحكومي المصري بيتقاضوا اقل مرتبات في العالم. عندك حق فعلا. ماذا تفعل له هذه الملاليم يا استاذ عمرو؟ لا وكل نفسه ولا وكل امه ولا وكل اخواته ولا وكل اي حد هو مسؤول عنه. يضطر يعمل ايه؟ انه يسرق، يختلس، يرتشي. دي مش جريمه؟ اعلى نسبة فساد حكومي في الشرق الاوسط. مواطن نفسه انه يتعالج، الحكومه توفر له سبل العلاج، يخش المستشفى سليم يطلع عيان. دي مش جريمه؟ عندنا سرير لكل 1000 مواطن. جميل قوي قوي قوي. كل الجرائم دي لما واحد نفسه يعلم ابنه، عايز يدخله مدرسه بمصاريف. مصاريف ايه؟ فلكيه. بلاش نبعد عن المصاريف الفلكيه للمدارس الخاصه ونقول الحكومه، المدارس الحكوميه المجانيه. داخل الولد المدرسه آلاف الجنيهات للدروس الخصوصيه، وفي الاخر يا ريت يطلع الولد متعلم او فاهم اي حاجه. دي مش جريمه؟ 20 مليار جنيه حجم الاقتصاد اللي تحت الارض من الدروس الخصوصيه في مصر. واحد شاب اتعلم في الكليه 4 أو 5 سنين دراسه ودح وكب 2 ألف 4 وإيشي وأحلام وأمال، وهطلع وهتخرج وهبني وهعمل أسرة وهعمل بيت وهعمل. مفيش شغل، اضطر يشتغل أي شغل، أي شغلة، أي حاجة. مفيش. أعرف ناس اتخرجت من الجامعة بعد دراسة اشتغل دلوقتي ورا صبي علمة يمسك سجاد، متعلم قسم سجاد. أنا لا أسخر من هذه المهنة، ولكن ماذا أفادوا هذا التعليم؟ 4 سنين بيدح في تعليم. دي مش جريمة؟ جريمة طبعا. شاب نفسه انه يتجوز، عايز يتجوز، يحب واحدة عايز يتجوزها، مفيش أي إمكانية، مفيش أي حاجة. أعمل إيه؟ مفيش شغل، أعمل إيه؟ أقتل؟ أسرق؟ دي مش جريمة؟ 9 مليون عاطل في مصر. واحدة بقى أيا كانت الظروف تبيع نفسها علشان الفلوس. أيا كانت ظروفها، عايزة تتجوز أو اتجوزت راجل كبير، عملت أي شيء، بتبيع نفسها علشان الفلوس. دي مش جريمة؟ دي أقذر جريمة. ترجع من بره، ولنفرض إن إنسان راجع من بره بعد غربة طويلة وداخل بيته، يقابله أخ من إخواته يقول له إيه اللي رجعك؟ ترجع مطرح ما جيت. ارجع من مطرح ما جيت. وأخ تاني يقول له هات لو معاك فلوس هات. دي مش جريمة؟ 5 مليون مصري بيحاولوا ياكلوا عيش في العالم كله بره. لما تقضي عمرك كله بره بتحلم انك تعيش عيشة كويسة. دي مش جريمة؟ جريمة. طب بذمة يا استاذ عمرو الحاجات دي كلها ما تضحكش؟ الحاجات دي ما تضحكش، الحاجات دي تبكي يا استاذ محفوظ. الشاعر العظيم أبي الطيب المتنبي قالها زمان: وكم ذا بمصر من مضحكات ولكنه ضحك كالبكاء. طب والحل ايه؟ قنبلة. قنبلة ازاي؟ قنبلة ايه يا عم؟ قنبلة تنسف البلد دي كلها، تجيب عليها وطيها وتسويها بالأرض،
عشان نبتدي من اول وجديد بقى ونبنيها على نظافه.